السلام عليكم بنات، مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد وطلة جديدة. نتمنى الفيديو يلقاكم على خير وبخير في احسن الاحوال. ان شاء الله غنشارك معكم هاد 2 كيلات ديال حلويات اللوز. بالنسبه غنشارك معكم هاد المرحله غير الطريقه، ومن بعد ان شاء الله دابا نشارك معكم العقده، نشارك معكم العجينه، او لا بغيتو ترجعوا للفيديوهات راه كاينه عقده ديال كاب غزال والعجينات كاب غزال بها. هذيك هي لا باز باش كنخدموا جميع انواع ديال حلويات اللوز. اوكي، بالنسبه للعقده معنا ها هي من اسمها. بالنسبه مثلا هكا الوريضه تقدري تنسميها بقشور الحامض او قشور الليمون، او كتخليها بلوغو ديال مسكه حره والزهر والزبده سبيسيال. هذه الاصل ديال اي عقده ديال اللوز. صافي البنات، كنحتاجوا العجينه النيت هي ديال كاب غزال. كاين اللي كيدير فيها اللون، انا ما كنديرش فيها صراحه اللون البيض، كنخليها على طبيعتها. صافي كتبقى الحاجه كما هي. المهم البنات كنورقوا العجينه في الوراقه. بالنسبه للقياس ديال الرقم ديال الوراقه راه رقم 2 امبيريا. رقم 1 هو رقيق، أرق 1 هو رقم 1، وتابعوا رقم 2. يعني هو به كنخدم كبغزال وبه كنخدم شكيلات ديال اللوز. صافي البنات، طلقنا العجينه مرشم صغير باش ما نحتاجش نزول ديك الزوائد. هانتوما البنات راه واضح كيف ما واضح، هانتوما كنبقى غير نجبدها حتى كتلصق مع وحده مع اختها. صافي ما كنحتاجش نقطع. بالنسبه للكويرات البنات راه عندي فيهم 12 غرام 10 غرام. هذا هو القياس اللي كيجي، يعني ماشي صغيره وماشي كبيره. بغيتيها كبيبره كديري لها حتى ل 14 غرام، موين 12 غرام، صغيره 10 غرام. المهم انا كندير خير الامور اوسطها 12 غرام. ضروري كنعبرها باش كيجيني قياس واحد. صافي البنات، الطريقه راه واضحه قدامكم. كنبقى معاها بالصبيعات ديالي حتى كتقاد. صافي كنقادها وندورها بيدي. صافي البنات، كنحتاج النقاش. بالنسبه للنقاش عندي هذا النقاش كبير وكنبدا نقش. بالنسبه للنقيش البنات، كتخدمي النقشه وما كتكحزيش عليها. ركزوا معايا، هانتوما كتوليو تشدوا في نفس العضه منين ساليتو باش كيجيني قياس واحد ودوره واحده. صافي بغيتي تخدمي عمودي كتمشي عمودي واقفه، بغيتي تميلي لك الاختيار. صافي راه واضح. بالنسبه مازال ما كملتش. بالنسبه للنقاش من الافضل كتميلي له واحد الجهه. لاحظتوا معايا، جهه كبر من جهه. الجهه الصغيره دائما هي اللي كتعض المره الاولى، والجهه اللي زايده هي اللي كتكون عندي في الوجه، والصغيره في شاده في العجينه. بالعاني تقلت يدي باش كلشي يستافد، وفي نفس الوقت تبان لكم الطريقه كيفاش كنمشي بشويه بسلاسه. كتنقشي ما كتبعديش في نفس البلاصه، كتعضي. صافي واضح البنات. بالنسبه للبنات غنزوق بالعجينه، نفس العجينه لونتها غير بالموف مغلوق. هما طلبوا لي هذا اللون الكليان طبعا. صافي طلقتها البنات بالدلاك، وتا هي ضروري غدوزيها في الوراقه، وضروري كتخدمي بالدقيق باش ما تلصقش معنا العجينه. صافي البنات، كنحتاج بيض البيض او مية الماء او الماء. المهم انا هاد الساعه راني عندي بيض البيض. بعد شي مره راه ما كيكونش، كيكون الليل وكنكون ما عنديش البيض، راه كنلصق بالماء. راه حتى الماء كيلصق الحمد لله. المهم كاين البدائل. لما كاينش بيض البيض يعني كيلصقها مزيان. صافي هانتوما البنات، بالنسبه كنحتاج لهاد المريشمات القدام. هاد 2 اشكال ديال حلوه اللوز راهم من القدام، ولكن حاجه ديال اليد ماشي بالمراشم، كتخدمي بيدك. هادو 2 انواع شاركتهم معاكم من الاشياء اللي كنت كنخدمها في الاول، مازالين الحمد لله لحد الان مطلوبين. كنحتاجوا نفس المرشم غير هو صغر منه.
نيت كدهني نيت الورده باش ما تطيرش معنا في الطياب بيض البيض صافي. بالنسبه لهذيك المريشمات كاين من 1 ل 4. الورده كنخدمها برقم 3 ياك الموف، والوريده الصغيره كنخدمها برقم 4. ها نتوما كاين 1 2 3 4، كنتخطاو واحد يعني واحد صغير اللي حداه لا اللي موراه رقم 3 ما قبل 4 صافي. يا ربي نوصلكم كيفاش الطريقه. المهم ما عنديش البلاكه ديالو باش نصورها لكم. صافي البنات كنحتاج دابا غير هاد ستيلو او اي ستيلو يكون عندك في الدار كتبركي غير باش كتشد بلاصتها الورده. ما بغيناهاش تكون عندنا تجي طالعه، بغيناها تبقى مبسطه لاصقه في بلاصتها. صافي البنات كنتقب بلاصه العقيقه. بالنسبه للعقيقه ما نديروهاش دابا لان الا درناها دابا وطيبنا العقيقه غادي تذوب معانا. اوكي، من الافضل حتى طيب وندهنوها بالنباج عاد كنديروا لها العقيقه. المرحله الثانيه او الشكل الثاني اللي النيته هي طلبيه معاها في نفس كيف ما شفتوا في الاول الفيديو. عادي البنات كنقطعوا على شكل محنشه فرديه، يعني كنقطعوها بحال هاد الطريقه. الطريقه الاولى هي اننا كنلويو العقده على شكل بوده وكنغلفوها بالعجينه ديال تكاب غزال النيت، والباقي هو قدامكم. كنقطعوا قياس واحد هاد المحنشات غير باش غادي نخرجوا منهم هاد الطريقه ديال القليب او دودينات الفار. حنا كنا كنقولوا لهم ودينات الفار بصراحه. هاد الشكل من قديم في عمره اكثر من 20 عام، ولكن كيجي رائع، كيجي مزيون شكلا وما كيديموضاش صراحه في الحطه، ما كيديموضاش. المهم ها نتوما كيف كيجي قدامكم. بغيتو تقولوا له ودينات الفار، بغيتو تقولوا له قليب، كيبقى لكم الاختيار. صافي البنات ها نتوما كيفاش كيطلع معنا. ديجا مشاركه معكم في القناه اوكي، غير في الاعاده افاده. صافي البنات هاد المرحله وجدت لا كوموند فيها داخله تكب غزال. بالنسبه للبنات الطريقه ديال الطياب راه كنطيبوه على نار مهيله ثلث ساعه هكاك. كنطيبوه لمده ثلث ساعه وكندهنوه بالنباج وبصحه.